انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال، من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي، ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد واعدي، اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. في ضهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني، انا الاهلي اللي صان العشره، دهب مش قشره ولا بهتان. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كوره مع باسم. طبعا قبل ما اقول اي اخبار طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا الخبر معانا النهارده بعثه الاهلي تصل طبعا الى مطار القاهره. بعثه فريق الاول كوكب بالنادي الاهلي برئاسه طارق قنديل عضو مجلس الاداره وصلت الى مطار القاهره قادمه من كانو بعد رحله استغرقت ما يقرب من 5 ساعات. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طبعا الخبر معانا طبعا ده اللي قلته وده لازم المفروض يحصل. الاهلي بيطلب تاجيل مباراته في كاس الرابطه لهذه الاسباب. ارسلت اداره النادي خطابا يوم الى رابطه الانديه المصريه المحترفه لكره القدم تطلب فيه تاجيل مباراه الاهلي في كاس الرابطه التي تقام خلال فتره التوقف الدولي، وذلك عملا بمبدا تكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه واتساقا مع بنود لائحه المسابقات الصادره عن رابطه الانديه المحترفه نظرا لانضمام اكثر من 2 من لاعبي الدوليين المنتخب خلال فتره التوقف المشار اليها. فقد تلقى كل طبعا هو بيقول لك لما يكون 2 محترفين يبقى والنادي يتقدم يبقى يحق له اللي هو الماتش يتاجل، لكن عندنا 3 غيابات من 3 اجانب طبعا اللي هم تلقى كل من الجنوب افريقي بيرس تاو والمالي يوري جانج والتونسي علي معلول استدعاءات لانضمام لمنتخبات بلادهم، اضافه لانضمام 7 لاعبين النادي الاهلي طبعا 7 لاعبين محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطيه وحمدي فتحي واحمد عبد القادر ومحمود كهربا. طبعا محمود كهربا الى معسكر المنتخب الاول الذي يستعد لمواجهه ملاوي ضمن التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه. كما ينضم الرباعي طبعا في المنتخب الاولمبي بقى انضم الرباعي حمزه علاء ومحمد اشرف واحمد نبيل كوكا ورأفت خليل الى صفوف المنتخب الاولمبي. تاتي الى كل هذه الغيابات عن صفوف فريق الاهلي في الوقت الذي يتمتع فيه غالبيه المنافسين في ذات البطوله بتواجد كافه عناصرهم وهو ما يتعارض مع كل قواعد العداله. طبعا ده اكيد طبعا لازم الماتش يتاجل لان مفيش ده كل اللعيبه طبعا يعتبر مش موجودين مع منتخب الاولمبي والمنتخب الاول، فطبعا لازم يتاجل. طبعا وخبر معانا الخطيب يجتمع مع كولر ويناقش تقييم المرحله الماضيه. عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا مطولا اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول كوكب بالنادي الاهلي بحضور كل من الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره والكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنه. شهد الاجتماع الذي استمر لما يزيد طبعا على ساعتين مناقشه المدير الفني في كافه الامور التي تخص الفريق وعناصره على مدار المرحله الماضيه وما يتضمنته من منافسات محليه وقاريه. وعرض كولر تقييمه الكامل للفتره السابقه من كافه الجوانب وعرض ايضا رؤيته للمرحله القادمه والاستعدادات اللازمه للتحديات التي تنتظر الفريق على كافه المستويات. جاء هذا اللقاء قبل ساعات من عوده كولر الى بلاده لقضاء اجازه مع اسرته هناك حتى نهايه الاسبوع، يعود بعدها لاستكمال مهمته مع الفريق. طبعا هو هياخد اجازه عشان توقف الدولي طبعا، فهياخد توقف هياخد اجازه وبعدين يرجع طبعا للفريق استعدادا ان شاء الله لمباراه المصري اللي هي مؤجله ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا. طبعا النهارده كان مباراه زي ما قلت لكم امبارح، مباراه كان النهارده كان بين سان داونز والهلال السوداني. طيب المباراه طبعا يعني انا شايفها يمكن ما فيهاش لعب نظيف الصراحه بامانه، واللي اكبر دليل الهدف التعادل بتاع الهلال السوداني، يعني واضحه يعني كانوا بيقولوا اداها له وهدف التعادل. طيب الحكم كان وحش جدا. الحكم تغاضى عن طرد للاعب الهلال السوداني واخد انذار قبليها ودخل بعنف على لاعب سان داونز مره المفروض كان ياخد طرد، ودخل مره ثانيه المفروض كان ياخد انذار، تغاضى عن الانذار الثاني والطرد. طيب ضربه جزاء جت في اخر دقيقه اللي هي مش ضربه جزاء اصلا، اللي هي اصلا مش ضربه جزاء نهائي.
ما فيهاش ريحه ضربه جزاء اصلا. طيب دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا دخل شاطها اطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني، جابها طبعا حطها ضعيفه في متناول الحارس سان داونز، والحمد لله ان هي اتصدت الحمد لله كده على الاهلي ان شاء الله. المباراه في ايده، بقول ان شاء الله الجماهير نكون اكتر من 20,000، بتمنى يكون اكتر من 20,000. ومباراه في ايديه خلاص ان شاء الله الحمد لله، مباراه في ايدينا يا رجاله ان شاء الله. 1-0 2-0 اي نتيجه ان شاء الله فرق الاهداف الاهلي يتاهل ان شاء الله من دور المجموعات باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وسيظل الاهلي دايما وابدا فوق الجميع، وسيظل الاهلي بطلا شامخا، وان شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وان شاء الله الاهلي يفوز ان شاء الله باذن الله على مباراته القادمه ان شاء الله امام ان شاء الله باذن الله امام مصر ان شاء الله في مباراه مؤجله باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. نشوف حالي بكره في حلقه جديده من برنامج كره عباسي. سلام. اهلاوي اهلاوي انا